ازاي تخلي اي لابتوب عندك شاشة تانية للكمبيوتر بتاعك؟ الموضوع بسيط، بتنزل برنامج ويندوز فيور سبيس ديسك بالتعريف بتاعه من الموقع الرسمي. هنا انت بتحمل التعريف، ده 64 بت وده 32 بت على حسب الويندوز بتاعك. هنا انت بتحمل البرنامج نفسه، بتسطب التعريف الاول وبعد كده بتسطب البرنامج على الجهاز الاساسي. نكست نكست وعلم صح هنا عشان البرنامج يفتح معاك. بتعمل نفس الخطوات دي على اللابتوب اللي عايز تستخدمه، بتفتح البرنامج والمفروض بتدوس هنا عشان تستخدم اللابتوب كشاشة تانية للكمبيوتر. بس الاول بتخش على السيتنجز وبتعدل كام حاجة عشان الصورة تبقى سلسة معاك. بتدوس على كومبريشن كواليتي، بتعلم صح على 60 اف بي اس، بتدوس اوكي وبتخش على السيتنجز تاني وبتعلم صح على فول سكرين عشان وقت ما تستخدم اللابتوب كشاشة الصورة تبقى بالشاشة كاملة. وبعد كده بتدوس هنا، وبكده بقى عندك شاشة تانية للكمبيوتر باستخدام اللابتوب. ممكن بقى تعدل على الشاشة التانية، تجيبها شمال، تجيبها يمين، تجيبها فوق، تجيبها تحت، وتغير الريزولوشن براحتك. الموضوع ما فيهوش اي اسلاك، كل اللي هتحتاج تعمله انك توصل الكمبيوتر واللابتوب على نفس الراوتر. ما تنسانيش وتابع لايك للفيديو، هتلاقي الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتي في بروفايل على التيك توك. خش اعمل اشتراك في القناه لو عايز فيديوهات بدائع التفاصيل، وهتلاقي انستجرام كمان. لو عندك اي استفسار ابعتولي عليه. فولو الكمبيوتر عندي.